السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارفة اتأخرت عليكم يا جماعة، يا أخواتي وأخواتي. النهاردة هنقرأ برج الحمل بالعشريات من 8/6 لحد 10 يوليو. تمام، نبدأ بالعشرية الأولى، وأتمنى ما تكونوش زعلانين باللي أنا هشوفه في الكوتشينة. هقوله على طول. العشرية الأولى أهي، ودي العشرية التانية، ودي العشرية التالتة. نبدأ بالعشرية الأولى. العشرية الأولى، أنت في علاقة توأم روح يا برج الحمل، او كنت في علاقة توأم روح، بس حصل لكم تفريق بسحر فترة كبيرة بتاع 9 شهور، 9 ايام، 9 اسابيع، على حسب 9 اوقات اهم شيء. بس انت واخد قرار انك ترجع ليا برج الحمل للشخص دوت اللي انت بتحبه توأم روحك. انا اقول لكم القراءة لما ناقصة فهطلع منها ورق شوية. السحر اللي اتعمل ده كان امنية الشخص اللي هو فرقكم، ان هو يعمل لكم السحر ده، وهو نجح. الشخص دوت من برج الثور او من برج الميزان يا برج الحمل. الشخص ده نجح جدا ان هو يفرق بينك وبين توأم روحك. نجح، كانت امنيته ان هو انكم تفشلوا، انكم تزعلوا جدا من بعض، انكم تتعاملوا مع الشخص توأم روحك دوت بعصبية وخناق طول الفترة اللي فاتت. شايفة ان الشخص دوت هيرجع لك يا برج الحمل، ومجهز لك 9 كوبات ويفرحك، وممكن يكون حقق لك امنية. يعني ممكن هو يجهز لك امنية، لان شايفة ان هو واخد قرار ان يتخلص من الست اللي كانت سبب تفريق بينكم. فواخد قرار ان ممكن يكون شريك حياتك من برج الدلو، او من برج ال- العقرب، او من برج الاسد، او برج العذراء. يعني انا حسب السيناريو بتاعك. دي الطاقات اللي عندي، وابراج هوائيه كلها. والبرج الهوائي من ضمن الابراج الهوائيه برج الميزان واضح بقوه، والابراج الترابيه العذراء والثور. فانا بقول لكم يا برج الحمل ان الشخصيه اللي عملت بينكم تفريق واخده قرار ان هي ترجعكم لبعض. ممكن تكون عملت لكم سحر تفريق فترة، وبعد كده فكت السحر، لان شايفة ان هي منقلب عليها السحر. شايفة ان هي انت هتفرح، انت هتتخلص من الشخصية دي. واخد قرار انت وشريك حياتك يا برج الحمل ان الشخص ده او الشخصية دي بالذات تبعد عنك. انا بتكلم بصفة عامة يا جماعة، راجل وست. انا بقول ست فرقت برج الحمل عن شريك حياته. عندك كمان فرصة قوية جدا في شغلك يا برج الحمل، استغلها استغلال قوي جدا. الفرصة ديت ممكن ترقية، شغل جديدة تتكلف بيه. آه ان عندك فرصة في الترقية او في المادة. عندك ترقية كبيرة جدا في المادة. عندك فرحة في العلاقات، عندك فرحة في العاطفة، عندك فرحة في الشغل. بتتخلص من التكتيفات. عندك طاقة إيجابية الفترة الجاية برج الحمل من 8/6 أو من 9/6 عشان عقبال ما ينزل الفيديو. عندك بتتخلص من سحر، بتتخلص من حسد، بتتخلص من طاقات سلبية. شايفاك بتفرح، شايفاك بتتخلص من كل حاجة يا برج الحمل. ناوي انك تقرب من حد جديد في حياتك، ناوي تعمل حاجة جديدة في حياتك، ناوي تعمل حاجات جميلة جدا. دي العشرية الأولى، أنا بتكلم على العشرية الأولى، لسه العشرية التانية. آه القراءة دي اعتبروها من 9/6، لأني من عقبال ما ينزل الفيديو النهاردة إن شاء الله يبقى جت على 9/6 بإذن الله. تمام. عندك كمان فرحة قوية جدا يا برج الحمل. عندك فرحة قوية جدا يا برج الحمل في قرار انت بتاخده صح. خد القرار بخصوص واحدة او بخصوص حد في حياتك يا برج الحمل، بالاخص ان في واحدة انها واخد قرار يا برج الحمل بخصوص واحدة، انك تتعامل معاها او تبعدها عن حياتك، انك تبعد الشخصية عن حياتك. يعني شايفة بتاخد طاقات ايجابية من اللي حواليك، واخد سند قوي جدا. عندك شخصية قوية جدا يا برج الحمل انك تحب الشخصية دي، انك تبعد عن الشخصية السامة ديت عن حياتك عشان ترتبط بشريك حياتك الجديد. ممكن تكون انت مش عايز ترجع للماضي وعايز حد جديد في حياتك. ده اللي انا شايفاه يا برج الحمل. انا كده خلصت قراءة برج الحمل العشرية الاولى، ندخل في العشرية التانية على طول. نرجع للعشرية التانية. انا مفردة الورق اهو عشان لو فيه توضيحات ولا حاجة.
في ورقة زيادة عن العشرية الأولى. العشرية التانية من برج الحمل في رجوع قوي جدا للماضي، والماضي راجع مشتاق ليك يا برج الحمل. في فرحة جميلة عايز يعملها لك برج الحمل، بس انت يا برج الحمل مرتبط، انت في علاقة، هتبقى في علاقة ثلاثية من الراجل. اذا كنت ست هيبقى من الراجلين، واذا كنت راجل هيبقى من ستتين. هيبقى من الماضي والحاضر. انت حاليا في علاقة وهيرجع لك الماضي، هيبقى انت تبقى في علاقة تانية، هتبقى محتار بين الاتنين. هنشوف الحيرة ديت ليه بينك وبين الماضي. مم. الماضي كان زعلان جدا انه خسرك يا برج الحمل. عندك طاقة قوية جدا يا برج الحمل مع برج الجدي. برج الجدي هيرجع لك بقوة إذا كان ده من الماضي بتاعك يا برج الحمل. في بداية حلوة بتبتديها صح في العلاقة ديت يا برج الحمل. عندك كمان ممكن يكون الشخص دوت انت اللي عرفته الجديد دوت من شغلك. الشخص الجديد ده من شغلك يا برج الحمل، فانت بتحاول توزن امورك صح. انا شايفة الكون واقف جنبك، الكون واقف جنبك، او العدالة الالهية اللي واقفة جنبك، او ربنا واقف جنبك يا برج الحمل، انك تتخلص. تقعد تفكر في العلاقة ديت، العلاقة الثلاثية ديت، تتخلص من التكتيفات والاحمال اللي انت شايلها فوق طاقتك. انت عايز تتخلص من العلاقة الثلاثية دي، وانت تتخلص منها اوريدي فعلا، وهتحسن امورك جدا. حتى المادة يا برج الحمل لما يرجع لك الشخص من الماضي ده هيبقى وشه حلو عليك. ممكن يكون الماضي كمان من برج الجوزاء لو انت مرتبط ببرج الجوزاء، وكمان ممكن يكون الماضي من برج السرطان يا برج الحمل. بس شايفة ان في رجوع قوي جدا يا برج الحمل في العشرية التانية للماضي. في رجوع قوي جدا للماضي، في ان انت بتتخلص من العلاقة الثلاثية او الطاقة الثلاثية اللي انت فيها يا برج الحمل. شايفة في فرحة بتدخل حياتك حتى من طريق شغلك، يعني عن طريق شغلك في بداية حلوة جدا يا برج الحمل. في بداية حلوة في ان حد مديرك في الشغل يا برج الحمل، ممكن تكون رئيستك ست او هي ست، هتتخلص منها عشان تجيلك الترقية. الترقية اللي هي تجيلك ديت هي منعها منك يا برج الحمل. الكون واقف جنبك جدا. خلي بالك من الست دايما، في عندك اتنين ستات في العلاقة ديت يا برج الحمل. ست تكون مامتك او مامة شريك حياتك، والست اللي انت في علاقة ثلاثية اذا كنت راجل، اذا كنت بنت ممكن تكون مامتك مأثرة عليكي جدا في العلاقة ديت، مش عايزاكي ترتبطي بالشخص اللي بتحبيه من زمان. فخلي بالك يا برج الحمل. انا ليه كل شويه بقول خلي بالك؟ لان انا شايفه ان طاقه الماضي راجعه لك بقوه، وعايزاك يا برج الحمل تعرف ان الشخصيه اللي هترجع لك دي مرتبطه، ان يا اما هو مرتبط بعلاقه، يا اما انت يا برج الحمل مرتبط. وخلي بالك العلاقه الثلاثيه دي هتفشل، فلازم تتخلص منها قبل ما تتكشف يا برج الحمل. بس انا شايفه ان في بدايه حلوه في شغلك، في بدايه حلوه في شغلك، في ترقيه او مكافآت هتجيلك في شغلك تحسنك من وضعك المادي. ده اللي انا شايفاه في الطاقة بتاعتك العشرية التانية. العلاقة الثلاثية دي ممكن تكون يا برج الحمل انت مرتبط ببرج مائي وبرج ترابي، او برج هوائي وبرج ترابي. مش شايفة طاقات نارية خالص في حياتك يا برج الحمل العشرية التانية. يعني مش شايفة طاقات نارية زيك من الطاقات التانية او من العلاقات العاطفية. بس انت هتروح حتة يا برج الحمل تتقابل فيها مع حد تعجب بيه اعجاب، ترتبط بيه، وهيرجع لك الماضي. هيرجع لك الماضي دوت انت بتحبه جدا. الشخص دوت من برج الجدي، او من برج مائي، او من برج هوائي، لان الابراج الموجودة قدامي دي الطاقات بتاعت برج الحمل العشرة التانية. اتمنى تكون القراءة عجبتكم، وندخل في العشرة التالتة على طول. العشرة التالتة، الله. بصراحة أول مرة أحس إن العشرية التالتة أحسن بكتير من أي عشرية من العشريات الأولى.
اذا كنت مسافر يا برج الحمل العشرية التالتة، هترجع من السفر على فرحة، على سعادة، على شخص بيحبك جدا يا برج الحمل، شخص بيتمناك وانت بالنسبة له فرصة قوية جدا، والشخص دوت بالنسبة له انت توأم روحه وتوأم حياته وتوأم دنيته كلها. عايز يخلصك من المشاكل اللي في حياتك او في ظهرك، او اللي حصل لك عن طريق اهلك. هو ممكن يكون حد من قرايبك او من دمك، اذا كانش من قرايبك او من دمك يبقى حد من صحابك واصدقائك، وهترتبط بيه ارتباط قوي جدا، هيخليك تتخلص من الحسد اللي عندك، وهيبقى هيوفر لك شغل جديد لو اذا كنت مش بتشتغل. يعني علاقة جميلة جدا. انا اول مرة احب اقرا البرج الحمل بالطريقة دي. انا عايزة اقول لكم حاجة، ان الستتين دول متكررة، الستتين دول متكررين تاني في برج الحمل. ممكن تكون والدتك هي برج الحمل ووالدة شريك حياتك. يعني انا شايفة ان الستتين دول متكررين جدا في العلاقة دي، في الشخصية دي عايزة يعني عايزة اقول لكم ان الستتين دول، عشان تهت معلش، الستتين دول عاملين لك ازمة في حياتك يا برج الحمل، مش عارفة ليه. الستتين دول والدة. اه، دي العلاقات الثلاثية اللي انا بشوفها من اول قراءة لبرج الحمل العشرة، الاولى والتانية والتالتة. فرحان انت بنفسك يا برج الحمل، فرحان بنفسك، فرحان بالعلاقة دي، فرحان اعذروني يا جماعة بس بقطع كل شوية الفيديو بسبب اخويا. المهم ان انت يا برج الحمل في علاقة ثلاثية بينك بين شريك حياتك وبين والدتك، وهو كذلك شريك حياتك نفس الكلام. محتار، انت محتار. والدة شريك حياتك دي غامضة جدا يا برج الحمل، غامضة وغموضها قوي جدا، انت محتار فيها. ممكن تكون والدته دي من برج العقرب، خايف يكون مخبي عليك. انت خايف ترتبط بالشخصية اللي بتحبها دي، وان هي سبب فرحتك وحياتك دي، ان يكون مخبي عليك علاقة غير والدته. بس هو مش كده خالص يا برج الحمل، بالعكس يكون واقف جنبك وعندك عدالة إلهية. في حد ظلمك زمان هيرجع لك حقك، واللي حسدك الحسد هيرجع له. يعني زي ما بيقولوا كده، او زي ما ربنا بيقول، الدين ايه، استغفر الله العظيم، بفي معناه يعني الدنيا دوارة. يعني اللي انت تاخده دلوقتي او اللي انت تعمله دلوقتي هيتعمل فيك بعدين. هو ده اللي حصل، ان الست ديت او الست ديت حسدوك، الحسد اتقلب عليهم. ممكن تكون اخته، مش لازم تبقى مامته على فكرة. شريك حياتك ده ممكن تكون اختك يا برج الحمل، او اخت شريك حياتك. بس هقطع الفيديو بس لحد ما الاذان يخلص. رجعت لكم تاني. عايزه اقول لكم يا برج الحمل، انك في علاقه توأم روح، والعلاقه دي ممكن تكون محسوده قوي من اهلك واهل شريك حياتك. واذا كنت انت متجوز، ممكن تكون العلاقه دي علاقتك انت وزوجك، زوجتك، او علاقتك انت وجوزك محسودة من أهلك ومن أهله. وستتين متاحين، يعني ممكن تكون شابات لسه من فوق ال40، وفي واحدة من تحت ال30، يعني سوري، من ال30 وطالع، والتاني من 40 وطالع. حاسدينكوا متضايقين جدا على ان انتوا فرحانين بعلاقتكم، ان انتوا اديتوا فرصة بقى تانية لبعض، اذا كنتوا متخانقين او عندكم كانت مشاكل. شايفة انك خلاص بتتخلص من السفرية، السفر، الزعل، من كل حاجة. يعني كنت سايب البيت وماشي، او كنت متخانقين بقالكوا 8 شهور، 8 سنين، منفصلين بقالكوا 8 سنين، او مرتبطين بقالكوا 8 سنين. شايفة ان العلاقة دي بتترسم بجواز لو كنتوا مش متجوزين، شايفة العلاقة بتترسم بجواز. اذا كنتوا متجوزين، العلاقة دي بتاخد مجرى تاني من حياتكم، بتصلحوا كل اللي فات. في تصليح حاجة قديمة حصلت بسبب الستتين دول اللي دخلوا حياتك يا برج الحمل. بسبب الستتين دول في علاقة بتتغير، بتتجدد من اول وجديد، بتعمل حاجة آه، جميلة من اول وجديد. كأنكم بتعيشوا العلاقة كأنكم لسه متجوزين جداد لو كنتوا متجوزين. واذا كنتوا متجوزين جداد، بتتخلصوا من كل المشاكل اللي حصلت لكم الفترة اللي فاتت. اذا كان
كنت مسافر وبعيد راجع، هترجع يا برج الحمل لشريك حياتك وبتحبه جدا وهو بيحبك جدا. في فرصة قوية جدا كمان بسبب هيبقى وشه حلو عليك يا برج الحمل. هيبقى وشه حلو عليك، هيبقى وشه حلو عليك في ايه؟ في شغلك هتبقى في ترقية او شغل جديد بتتكلم بيه، هيبقى في فلوس، في ترقية، في المادة بتتحسن معاك للأحسن مش للأوحش. وهتبقى علاقتك بسبب الحاجة ديت، بسبب شغلك ده، تبقى علاقة محسودة. فانت حدد مين اللي بيعمل لك تكتيفات، بيحسدك، بيكتفك بكلام سلبي، بيزعلك بينك وبين شريكك، بيوقع بينك وبين شريكك، وبيعده عن حياتك يا برج الحمل. ايا كان الشخص اللي قدامك ده ايه. انا بتكلم بصفة عامة، راجل وست برج الحمل. اتمنى تكون القراءة عجبتك يا برج الحمل، واتمنى تتخلص من العلاقة الثلاثية ومن اهلك لو اذا كانوا بيتدخلوا في علاقتك. آه، اتمنى الامور تسير معاكوا على ما يرام. ويا رب كل الناس تعيش في سعادة، وربنا يحمينا من كورونا وأزمات كورونا إن شاء الله. ربنا يعفي ويشفي كل مريض. أتمنى تكون قراءة عجبتكم. كانت معاكم شهرزاد من قناة كوتشينة وفنجان. أتمنى تعملوا لايك كتير على الفيديو، تشيروا الفيديو لأقصى حد تعملوه، حتى لو تشيروه على الفيسبوك، على تويتر. أتمنى تشاركوا الفيديو كل الناس بتحبوهم. مع السلامة.